صباح الخير يا جماعة، صباح الخير، منورين يا جماعة. النهاردة آخر يوم امتحانات وأنا مبسوط فحت. المفروض امتحان الساعة 1، الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 12:15. امتحان الساعة 1 في العباسية في الجامعة. يعني أنا محتاج أحركها شوية. صباح الخير يا روكي. صباح الخير يا روكي. سلام على جمهورك يا روكي. روكي هنا يا روكي. وانا اللي منها مساعد والله يا جماعه من الاخر كده عشان نصرف لها في مصاريف العربيه بس ونستر الست الكبيره المسكينه دي والله ونخرجها من المستشفى ونكفنها. يا جماعه اتعامل ازاي هو بالله تعالى؟ بقيت والله ربنا ما طلب اي مساعده يساعد بقى معانا. الناس بتوع المساعدة دول الست اللي ماتت بيجوا كل يوم في نفس الوقت. يا جماعة لسه دفنتوها لسه. يا هلا في الفلوج. يا هلا في الفلوج. اسمك ايه؟ محمد. سنة كام يا محمد؟ سنة تالتة. تالتة؟ بجد على فكرة أنا معجب باللي أنت بتعمله ده أوي. قشطة عليك. دلوقتي أنت على اليوتيوب والله. في 5000 واحد بيشوفك دلوقتي. 5000؟ اه تقريبا يعني. بجد والله يا ابني إن شاء الله ربنا يزوده ويبقوا 5000 قريب. إن شاء الله. فعلا أنا يعني واخدك قدوة بجد إنك بتعمل حاجة أنا مش يعني عايز أعمل حاجة شبهها بس يعني أنت على المفروض بدأت الحمد لله وبقيت واقف على الأرض ماشي. كويسة دلوقتي محمد عنده مادة اسمها ايه؟ بورولوج. بورولوج. بتعمل ايه في البورولوج ده يا محمد؟ والله انا اخر حاجه سمعتها ان هم بطلوا يدرسوها من سنه 2003 في كل الجامعات العالميه لحد دلوقتي بيدرسوها عندنا. بس احنا عين شمس يا ابني، جامعه عريقه. ايش طبعا. فاهمك انت؟ طبعا احنا قال لك جامعات عالميه. يعني المفروض ان هي لانجوج للاي اي. اوكي. بس الامتحان كله 65 ام سي كيو. اقعد اعمل تريسنج بقى. يلا بس. انا متاخر 10 دقايق على الامتحان فعلا. انا بحاول نفسي عشان الحق ان شاء الله مش اتاخرت كتير. انا عملت كويس. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا دكتور. الامتحان كان لطيف. لو هنقول مثلا جبت درجة فتقريبا جبت مثلا هو ده من 50. اوكي ممكن نقول مثلا جبت حاجة 40. عملت ايه في الامتحان؟ انا هشتم لو سألتني. جاوب السؤال ده. عملت ايه في الامتحان؟ حلو؟ انا كنت محتاج ايه 15 درجة عشان 15 انت طلعت فاشل. انا كنت محتاج 4 درجات ونص. انا ناجح جدا. المادة الوحيدة اللي جبت فيها عادي. عارف حاجة حلوة في الدراسة. كان عندك ايه؟ كان عندك لوجيك صح؟ انا لوجيك؟ انا عندي بروبلم. بص هنشت. بورولوج. هتسأل هنشت. بورولوج. بقول لك انا هشتم واقل ادب. ما في تيت بلاش وفي مستشعر. ما انت طلعني انا بذيء الاخلاق. ايوه. لا انا ما طلعتش انا. هو حجم الشيبسي اللي ب 3 جنيه راح فين؟ حجم الشيبسي اللي ب 3 جنيه اللي بقى ب4 راح فين؟ لا ب5. يا سلام. يا نهار اسود. شفتوا يا جماعه كيس الشيبسي اللي ب 5 جنيه ده؟ حاجه هبل قوي قوي. مش سبونسرز دول حراميه. كيس شيبسي ب 5 جنيه ليه؟ ليه يعني؟ ايه الفكره يعني؟ الكيس كان ب 2.5 بعد كده ب 3 بعد كده ب 3.5 بعد كده ب 4 4 كمان اسبوع و5 يعني. الفكرة ان الموضوع اصلا ملوش علاقة ولا بالسكر ولا ليه علاقة بأي حاجة، ليه علاقة باللي هو بيستهبله يعني. انا جبت شيبسي برضه بس اللي هو اللي ب 2 جنيه الرخيص. ماشي يا جماعة، حاليا انا في طريقي للبيت. مش عارف بقى لما ارجع البيت هعمل ايه. اكيد هشتغل سلسلة دورة اليوتيوب، دي حاجات اساسية. يا عويل. وصلت البيت. روكي مهايبر كالعاده. اي حد بيدخل من باب الشقه يعني روكي بيحب يرحب بيه بطريقته الخاصه. ازيك يا روك؟ باختصار يا جماعه انا اخدت الاجازه ودي حاجه يعني مخليني مبسوط بالغباوه اللي انتوا شفتوها من شويه يعني. انا زي ما وعدتكم في سلسله دعم اليوتيوبرز، في سلسله الابليكيشنز، في سلسله اجزاء الكمبيوتر، في دوره المونتاج، في سلسله جديده تنزل على الفيسبوك يوميا، في كل الحاجات اللي قلت لكم عليها دي. انا متحمس جدا للاجازه، فانا استغل الاسبوعين دول اسوأ استغلال ممكن حد يستغلهم فيه. استغلهم ان انا اعمل فيديوهات بطريقه كويسه، هطور من نفسي، متحمس جدا. ويا ريت انتوا كمان تكونوا متحمسين. بكره
هيتم الاعلان عن اول مشروع في الاجازه. انا اكتشفت غلطه كبيره جدا، نسيت اقول لكم